دايما بنطلبها مع اي وجبة في مطعم، فراخ مشوية او كفتة، لازم نطلب معاها الرز بالخلطة. النهاردة بقى هنعمله، بصوا واخد لون حلو ازاي، كمان الكبدة طعمها خطير. يلا نبدأ. ما تنسوش تحطولي لايك، لو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا. اول حاجة انا معايا هنا طاسة فيها شوية من الزيت، حطيت فيها 5 فصوص من الثوم مفرومين، هقلبهم كده لحد ما ياخدوا لون. الرز بالخلطة سهل ولذيذ جدا، وطعمه بجد تحفة، احلى كمان من اللي احنا بنجيبه من بره. تقدري تعمليه في اي وقت انت عاملة فيه كفتة او فراخ مشوية او شيش طاووق، بيبقى حلو جدا. الكبدة بقى انا منضفاها كويس جدا، دي كبدة بس مش كبد وقوانص، تقدري تعمليها بالكبد والقوانص، بس هنضيف القوانص الاول في الطاسة، بعد كده يعني بعدها ب5 دقايق نضيف الكبدة، لان القوانص بتاخد وقت شوية عن الكبدة. انا نضفتها كويس وغسلاها ومقطعاها كمان قطع صغيرة كده. بعد التومة بقى ما اتحمرت ضفت عليها الكبدة، قلبتها تقليبة كده، بعد كده ضفت عليها ملح وفلفل اسود وكمون. توابل بقى دي مع بعض بتدي للكبدة طعم خطير، بتبقى طعمها حلو جدا. هنقلبها كده تقليبة، النار وسط، مش عالية قوي ولا واطية قوي، لا وسط. نقلبها كده تقليبة، هنسيبها بقى في الطاسة شوية لحد ما تنزل ميتها وتتشربها. انا كنت مصفياها من المية خالص، بعد ما غسلتها حطيتها في مصفى وخليتها تصفي ميتها كلها، يعني انا حطاها في المصفى من غير ولا نقطة مية، هي بقى هتنزل ميتها وهتتشربها. بعد كده هضيف عليها نص كوباية من المية وهغطيها وهسيبها لحد ما تستوي. قلبها كده تقليبة، بعد كده ضفت عليها بقى نص كوباية من المية وهغطيها وهسيبها لحد ما تتشرب ميتها دي. معايا بقى حلة، حطيت فيها معلقة كبيرة من السكر لكل كوباية رز. انا عاملة 6 كوبايات رز، حطيت 6 معالق كبيرة من السكر، والنار برضو وسط عشان السكر ما يتحرقش مننا. بص الاطراف الاول بتبدأ تسيح، بعد كده اللي في النص، فاحنا لو معليين النار الاطراف دي هتتحرق مننا. هنسيبه لحد ما يسيح كله كده، ممكن نقلبه بس بمعلقة بلاستيك، مش بلاستيك، معلقة سيليكون او خشب. ممكن نقلبه بقى كده عشان نسرع بس من عملية ان هو يسيح شوية، وهسيبه بقى لحد ما ياخد لون. انا عايزاه لون اغمق شوية عشان الرز هياخد اللون اللي السكر هياخده، يعني اللون بتاع السكر هو اللي هيجيب لنا اللون بتاع الرز في الاخر. بصوا بقى اول ما اغمق كده وقبل ما يتحرق انزل عليه بمية مغلية، ما نحطش عليه مية عادية من الحنفية لانه هياخد وقت مننا شوية عقبال ما يفك. ما نكترش المية برضو عشان نشوف الرز الاول هيحتاج مية اكتر ولا لا، عشان ما تحطوش مية كتير والرز يعجن مننا. هيغلي بس غلوة واحدة وهضيف الرز. كمان حطينا معلقة صغيرة عسل اسود لكل كوباية رز، يعني انا كده ضفت 6 معالق سكر على 6 معالق صغيرة من العسل الاسود. كمان ضفت الفلفل الاسود والملح وشوية من القرفة. هقلبهم بقى كده تقليبة مع بعض. بعد كده ضفت الرز، غسلاه ومصفياه كويس من المية،
هشوف بقى كده محتاج ميه تاني ولا كده تمام. كان تمام ومش محتاج اي حاجة تاني. سيبته بقى لحد ما استوى، لحد ما اتشرب، ووطيت عليه النار يستوي كده على البخار. كان تحفة، طعمه لذيذ جدا وشكله كمان. اتمنى الوصفة